بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في مقهى الخوارزمي لتعليم الرياضيات. النهاردة إن شاء الله تعالى حصة رقم 10، وهناخد فيها العمليات على الأعداد النسبية. العمليات على الأعداد النسبية: عملية الجمع، وعملية الطرح، وعملية الضرب، وعملية القسمة. احنا لازم نتذكر الأعداد الطبيعية إن مجموعة الأعداد الطبيعية إن بتبدأ بالصفر والواحد والاثنين والثلاثة والأربعة إلى ما لا نهاية. الأعداد الصحيحة زد. الأعداد الصحيحة زد بتزيد عن الأعداد الطبيعية إن بالأعداد السالبة، الأعداد الأقل من صفر. الأعداد الطبيعية الصفر والواحد والاثنين والثلاثة إلى ما لا نهاية. والأعداد السالبة الأقل من صفر: سالب واحد وسالب اثنين وسالب ثلاثة وسالب أربعة إلى سالب ما لا نهاية. مجموعة الأعداد النسبية كيو. مجموعة الأعداد النسبية موجود داخلها الأعداد الصحيحة زد، وموجود داخلها الأعداد الطبيعية إن. يعني هي بتحتوي على المجموعتين. المجموعتين موجودين داخل الأعداد النسبية. طيب هي بتزيد عنهم بإيه؟ مجموعة الأعداد النسبية بتزيد عن الأعداد الصحيحة والأعداد الطبيعية بالكسور والأعداد العشرية. أي عدد يمكن وضعه في صورة A على B وB لا تساوي صفر، يعني نقدر نخليه في صورة بسط ومقام. A على B يعني بسط ومقام، والB اللي هو المقام لا يساوي صفر. المقام ما ينفعش يكون صفر. البي لا يساوي صفر، أي مقام ما ينفعش يكون صفر، لأنه مش هينفع نقسم على صفر. مفيش حاجة اسمها قسم على صفر. طيب زي 3 على 5. 3 على 5 ده في صورة كسر. الثلاثة صحيح والخمسة صحيح، والمقام لا يساوي صفر، فبالتالي ده عدد نسبي. 3 من 10. 3 من 10 لو قدرت تخليه في صورة A على B والبي لا يساوي صفر، يبقى كده عدد نسبي. 3 من 10 ده يعني 3 على 10. لو حبيت اكتبه في صورة بسط ومقام هيبقى 3 على 10، وده برضو كده عدد نسبي. 3 صحيح وال10 صحيح، والمقام لا يساوي صفر. 25%، أي نسبة مئوية عدد نسبي، لأن أنا أقدر أخليها في صورة بسط ومقام A على B. 25% يعني 25 على 100. طالما قدرت أكتبها في صورة بسط ومقام والمقام لا يساوي صفر، يبقى العدد ده عدد نسبي. 2 و3 على 4. 2 و3 على 4 ده عدد كسري، لو قدرت تخليه في صورة بسط ومقام هو عدد نسبي. اضرب ايده في رجله زائد راسه. هتنزل الأربعة زي ما هي في المقام، المقام لا يتغير، وهنضرب ايده في رجله زائد راسه. 2 في 4 ب 8. 8 في 3 بتساوي 11، فيبقى 11 على 4. و11 على 4 ده عدد نسبي. بسط ومقام والمقام لا يساوي صفر. اكتب الأعداد النسبية التالية في صورة نسبة مئوية. 9 على 20. 9 على 20 عايز اكتبه في صورة نسبة مئوية. احنا عارفين ان النسبة المئوية هي نسبة حدها الثاني 100. حدها الثاني 100 يعني المقام بتاعها بيكون 100. فلو قدرت تخلي ال20 دي 100 يبقى انت حولته لنسبة مئوية. طيب هي ال20 عشان تبقى 100 نضربها في كام؟ نضربها في 5. عشان نخلي ال20 100 نضربها في 5. وزي ما هنضرب تحت في 5 لازم نضرب فوق برضه في 5. الكلام ده هيساوي 20 في 5 بتساوي 100، و9 في 5 بتساوي 45. فالنسبة المئوية بتساوي 45%. 45 على 100 هي 45%. النسبة المئوية هي نسبة حدها الثاني 100، فأنت لازم تخلي المقام 100. تضرب 20 في 5 تديك 100، وزي ما ضربت تحت في 5 لازم تضرب فوق في 5. 9 في 5 ب 45، فهتساوي 45%. أو ممكن تضرب 9 على 20 على طول مباشرة في 100. لو ضربت الكسر في 100 يبقى أنت جبت النسبة المئوية. اضرب على الآلة 9 على 20 في 100 هيديك 45. 2 و5 من 10 هتساوي كام في صورة A على B؟ هتساوي 25 على 10. العلامة من 10 يبقى المقام 10، هنكتب العدد زي ما هو في البسط. 2 و5 من 10 هتساوي 25 على 10. الكلام ده بيساوي، نقدر نخلي المقام 100؟ أيوة نقدر. ال10 نضربها في كام عشان تبقى 100؟ نضربها في 10. 10 في 10 يديك 100، فكده الحد الثاني خلاص بقي 100. وزي ما ضربت تحت في 10 لازم تضرب فوق في 10.
25 هنضربها برضه في 10. 25 في 10، 25 في 10 بتساوي 250. يبقى 250 على 100. النسبة المئوية هي نسبة حدها الثاني 100. 250 على 100 يعني 250%. وهي دي النسبة المئوية اللي احنا عايزينها. العدد 3 عايز اكتبه في صورة نسبة مئوية. لو قدرت تخلي الحد الثاني بتاعه 100 يبقى كده انت كتبته في صورة نسبة مئوية. طيب هو الحد الثاني بتاع الثلاثة كام؟ أي عدد صحيح مقامه واحد. فالثلاثة مقامها واحد يعني 3 على واحد هي 3. طيب تقدر تخلي الواحد ده 100؟ أيوه، هضربه في 100. واحد في 100 هيساوي 100. وزي ما هضرب تحت في 100 لازم أضرب فوق برضه في 100. زي ما ضربت الواحد في 100 هتضرب 3 في 100. طيب الكلام ده بيساوي 1 في 100 ب 100، و3 في 100، 3 في 100 بتساوي 300. 300 على 100 يعني 300%. النسبة المئوية هي نسبة حدها الثاني 100، فيبقى 300%. تعالوا نشوف عملية الجمع في الأعداد النسبية. إزاي نقدر نحول العدد النسبي من صورة A على B يعني بسط ومقام إلى صورة عدد عشري منتهي. عدد عشري يعني في علامة عشرية. بيقول لك اكتب الأعداد النسبية التالية في صورة عدد عشري منتهي. 2 على 5 ده عدد نسبي مكتوب في صورة كسر A على B، وعايز اكتبه في صورة كسر عشري أو عدد عشري منتهي. عشان نقدر نكتبه في صورة كسر عشري أو عدد عشري لازم المقام يكون 10 أو 100 أو 1000. لازم المقام يكون 10 أو 100 أو 1000. المقام هنا 5. لو قدرت تخليه 10 أو 100 أو 1000 تقدر تكتبه في صورة عدد عشري أو كسر عشري. طيب هي الخمسة ينفع تبقى 10؟ أيوه ينفع. عشان تخلي الخمسة 10 هتضربها في 2، وزي ما تضرب تحت في 2 لازم تضرب فوق في 2. طيب 5 في 2، 5 في 2 ب 10، و2 في 2، 2 في 2 ب4. 4 على 10 اللي هو بيساوي 4 من 10. ده كسر عشري منتهي 4 من 10. القيمة المطلقة لسالب 3 على 8. الأول هنطلع العدد بره المطلقة، هو بالسالب يطلع بره بالموجب. القيمة المطلقة دائما تكون موجبة، فسالب 3 على 8 يطلع بره 3 على 8. طيب تقدر تخلي المقام 10 أو 100 أو 1000؟ أيوه تقدر. الثمانية مش هتقدر تخليها 10 ولا هتقدر تخليها 100. ما فيش عدد تضربه في 8 يديك 10، وما فيش عدد تضربه في 8 يديك 100. لكن 8 في 125 بيساوي 1000. فأنت عشان تقدر تخلي ال8 دي 1000 هتضربها في 125. خليك فاكرها، 8 في 125 يديك 1000. وزي ما تضرب تحت في 125 لازم تضرب فوق برضه في 125. طيب الكلام ده بيساوي 8 في 125 بتساوي 1000، و3 في 125 ب 375. يبقى 375 على 1000 اللي هي بتساوي 375 من 1000. لو المقام 1000 العلامة بعد 3 أرقام. نزل ال 375 وعد 3 أرقام من اليمين، يبقى 375 من 1000. ده كسر عشري منتهي. 3 على 4. لو قدرت تخلي الأربعة 10 أو 100 أو 1000 هتقدر تكتبه في صورة كسر عشري منتهي. الأربعة نقدر نخليها 10، ما فيش عدد نضربه في 4 يدينا 10. طيب نقدر نخليها 100؟ أيوه نقدر. الأربعة نضربها في 25 تديك 100. 4 في 25 ب 100. وزي ما نضرب تحت في 25 لازم نضرب فوق برضه في 25. 4 في 25 بتساوي 100، و3 في 25 بتساوي 75. 75 على 100 هي 75 من 100. 75 تنزل والعلامة بعد رقمين من اليمين. 75 من 100. ده كسر عشري منتهي. عملية جمع الأعداد النسبية. لو عايز أجمع تلتين زائد تلت في جمع وطرح الكسور لازم المقامات تكون متوحدة، لازم يكونوا شبه بعض عشان نقدر نجمعهم ونطرحهم. هتلاحظ هنا في الكسر الأولاني مقامه 3 والكسر الثاني مقامه 3 هم شبه بعض. هناخد واحد منهم وهنجمع البسط. 2 زائد 1 بيساوي 3. 3 على 3 هتساوي 1. أي عدد تقسمه على نفسه هيساوي 1. عايز أجمع سالب 3 على 6 زائد 1 على 6. هتلاحظ المقامين شبه بعض. هناخد واحد منهم، هناخد واحدة من الستتين اللي تحت ونجمع البسط. سالب 3 زائد 1
السالب هنا للتلاتة اللي فوق، سالب 3 زائد 1، 1 بالسالب و1 بالموجب. ناخد إشارة الكبير ونطرح، الكبير فيهم هو التلاتة، إشارته سالب، فهناخد إشارة السالب ونطرح. 3 ناقص 1 بتساوي 2، فتبقى سالب 2 على 6. سالب 2 على 6 لو عايز تختصرها في أبسط صورة هتقسم فوق على 2 وتحت على 2، هما الاتنين يقبلوا القسمة على 2، فنختصرها في أبسط صورة. السالب يقعد زي ما هو، و2 على 2 بيساوي 1، و6 على 2 بتساوي 3، فسالب 2 على 6 بيساوي سالب تلت في أبسط صورة. لو عايز أجمع 1 على 5 زائد تلتين أو خمس زائد تلتين، المقام هنا 5 والمقام هنا 3، مقامات مختلفة، فاحنا كده لازم نوحدهم، مش هنقدر نجمع. طيب نوحدهم ازاي؟ هنعمل شرطة كسر وهنضرب المقامين في بعض. 5 في 3 بتساوي 15، نضربهم في بعض. في المقام هنضرب 5 في 3، البسط هنضرب المقص، هضرب 1 في 3 وهضرب 2 في 5، هضرب 1 في 3 ب3، هنا زائد هنزله زائد زي ما هو، 2 في 5 بيساوي 10، هنجمع اللي فوق ونضرب اللي تحت. 3 زائد 10 بتساوي 13، و5 في 3 بتساوي 15، فالناتج هيساوي 13 على 15، وده في أبسط صورة. ال 13 عدد أولي لا يقبل القسمة إلا على نفسه، مش هيقبل غير على ال 13، وال 15 مش بيقبل على ال 13، فبالتالي هو في أبسط صورة. عايز أجمع خمسين زائد سالب تلت، المقامات هنا مختلفة، المقام هنا 3 والمقام هنا 5، عشان نوحدهم نضربهم في بعض. هنعمل شرطة كسر ونضرب 5 في 3 في المقام، 5 في 3، وبعديها نضرب المقص، الاتنين هضربها في 3 وسالب 1 هضربه في 5، السالب ده للبسط، فده هيبقى سالب 1. نبدأ من الشمال، دايما نبدأ بالبسط اللي هنا، 2 في 3، 2 في 3 هيساوي 6، زائد ينزل زي ما هو زائد، سالب 1 في 5، سالب 1 في 5 بسالب 5. كده هنجمع في البسط 6 زائد سالب 5، وهنضرب في المقام 5 في 3، الكلام ده بيساوي 6 زائد سالب 5، 1 بالموجب و1 بالسالب، إشارة الكبير ونطرح، الكبير فيهم الستة إشارته موجب، و6 ناقص 5 بتساوي 1، أو ممكن نقولها بالمكسب والخسارة، أنت كسبت 6 وخسرت 5، فكده أنت كسبان 1. نضرب المقام، 5 في 3 بتساوي 15، 1 على 15 ده كسر وحدة، هو في أبسط صورة. سالب، عايز أجمع سالب ربع زائد سالب 3 أخماس، المقام هنا 4 والمقام هنا 5، مش هنقدر نجمعهم إلا لو وحدنا المقام، لازم نوحد المقام. عشان نوحد المقامات هنضربهم في بعض. أعمل شرطة كسر وهضرب 4 في 5 في المقام، 4 في 5. طيب البسط هنضرب المقص، السالب هنا للواحد، فلما نضرب هنضرب سالب 1 في 5، والسالب هنا للثلاثة، فهنضرب سالب 3 في 4. ركز كويس في الحتة دي، السالب للواحد، للواحد اللي فوق، فيبقى سالب 1 في 5، والسالب هنا للثلاثة اللي فوق، فهنقول سالب 3 في 4. طيب نبدأ من الشمال، سالب 1 في 5، سالب 1 في 5 بسالب 5، زائد ينزل زي ما هو زائد. طيب سالب 3 في 4، سالب 3 في 4 بسالب 12، هقول له بيساوي، هجمع فوق سالب 5 زائد سالب 12، الاثنين بالسالب، فالناتج يطلع بالسالب ونجمع. 5 زائد 12، 5 زائد 12 بتساوي 17، فيبقى سالب 17، و4 في 5 بتساوي 20. ال 17 عدد أولي مش بيقبل غير على نفسه، وال 20 عمره ما هيقبل على ال 17، فبالتالي العدد ده كده في أبسط صورة. عايز أجمع 2 وربع زائد 1 وتلتين، ده عدد كسري زائد عدد كسري، عادي هنجمع الصحيح زائد الصحيح والكسر زائد الكسر. هنجمع 2 زائد 1، الصحيح اللي هنا 2 والصحيح اللي هنا 1، 2 زائد 1 بيساوي 3، وهنجمع الكسرين،
طيب الكسرين مقاماتهم مختلفين، لازم نوحد المقامات. المقام هنا 4 والمقام هنا 3، فنضربهم في بعض. هضرب 4 في 3 عشان أوحد المقامات، شرطة الكسر. 4 في 3 في المقام. البسط هنضرب المقص، هنا 1 وجباله 3، هضرب 1 في 3 ب3، زائد ينزل زي ما هو زائد. هنا 2 وجباله 4، 2 في 4 بيساوي 8. الكلام ده بيساوي الثلاثة الصحيح زي ما هو، شرطة الكسر. 4 في 3 هتساوي 12، وهنجمع البسط. 3 زائد 8 بتساوي 11. 11 على 12 عددين متتاليين، هو في أبسط صورة. نروح ناخد خواص عملية الجمع في الأعداد النسبية. خواص عملية الجمع في كيو. كيو الأعداد النسبية. أول خاصية خاصية الانغلاق. يعني إيه انغلاق؟ الانغلاق يعني لما تجمع عدد نسبي زائد عدد نسبي، الناتج لازم يكون عدد نسبي. 3 على 5 ده عدد نسبي، زائد 1 على 5 برضو عدد نسبي. لو عايز أجمعهم المقامين شبه بعض، هاخد واحد منهم وهجمع البسط. 3 زائد 1 بتساوي 4. 3 على 5 زائد 1 على 5 هيساوي 4 على 5، برضو عدد نسبي. عملية الجمع مغلقة في كيو، أي عدد نسبي زائد عدد نسبي الناتج لازم يكون نسبي. الخاصية الثانية خاصية الإبدال. احنا نقدر نبدل الأماكن في جمع الأعداد النسبية زي ما كنا بنقدر نبدلهم في جمع الأعداد الصحيحة، فنقدر نبدل الأماكن في الأعداد النسبية. عملية الجمع إبدالية في كيو. لو معانا 2 على 3 زائد نقط بيساوي 3 على 4 زائد 2 على 3. عندك طرفين، طرف أيمن وطرف أيسر، الطرفين دول بيساووا بعض. نفهم من كده إن الأعداد اللي في اليمين هم الأعداد اللي في الشمال. 2 على 3 موجود هنا وموجود هنا. مين اللي ناقص؟ اللي ناقص 3 على 4، هناخده في النقط. فكده 2 على 3 زائد 3 على 4 هيساوي 3 على 4 زائد 2 على 3. كل اللي عملناه هنا بدلنا الأماكن، عشان كده عملية الجمع إبدالية في كيو. الخاصية الثالثة خاصية الدمج. قلنا في جمع الأعداد الصحيحة بنستخدمها لما يكون معانا أكثر من عددين وعايزين نجمعهم. كنا بنختار أي اثنين منهم ندمجهم داخل قوس ونضيف عليهم العدد الثالث. نفس الكلام في كيو، عملية الجمع دامجة في كيو. نقدر نستخدم الدمج في الأعداد النسبية أو في جمع الأعداد النسبية. لو معانا 3 أعداد وعايزين نجمعهم، زي 1 على 3 زائد 2 على 5 زائد سالب 2 على 5، هندمج أي اثنين منهم داخل القوس. هنا دمجنا 2 على 5 زائد سالب 2 على 5 داخل قوس، والناتج اللي هيطلع منهم هنضيفه على العدد الثالث اللي هو الثلث. يبقى نقدر نستخدم الدمج في الأعداد النسبية. عندك طرفين، طرف أيسر وطرف أيمن، والطرفين بيساووا بعض. نفهم من كده إن الأعداد اللي موجودة في الشمال هم الأعداد اللي موجودين في اليمين. 2 على 5 موجود هنا وموجود هنا، سالب 2 على 5 موجود هنا وموجود هنا. مين اللي ناقص؟ اللي ناقص 1 على 3 الثلث، هناخده في النقط. ومن هنا نقدر نقول إنه عملية الجمع دامجة في كيو. الخاصية الرابعة العنصر المحايد الجمعي في كيو. العنصر المحايد الجمعي في الأعداد النسبية اللي مش بيأثر في عملية الجمع. اللي مش بيأثر في عملية الجمع هو الصفر، زي ما كان المحايد الجمعي في الأعداد الصحيحة زد. المحايد الجمعي في الأعداد الصحيحة أو في جمع الأعداد الصحيحة كان الصفر. ونفس الكلام هنا في جمع الأعداد النسبية، العنصر المحايد الجمعي هو الصفر. أي عدد نسبي زائد الصفر هيساوي نفس العدد. 5 على 8 زائد صفر هيساوي 5 على 8. أي عدد زائد الصفر هيساوي نفس العدد. سالب 7 زائد صفر، الصفر مش هيأثر في الجمع، هيقعد زي ما هو سالب 3 على 7. الخاصية الخامسة المعكوس الجمعي. أخذنا المعكوس الجمعي في الأعداد الصحيحة كنا بنغير الإشارة. نفس الكلام المعكوس الجمعي في الأعداد النسبية، هنغير الإشارة. 3 على 10 ده عدد موجب، لو عايز تجيب المعكوس الجمعي هتغير إشارته، هتخليه سالب 3 على 10.
سالب 5 على 7. عايز المعكوس الجمعي لسالب 5 على 7. هغير إشارته، هو بالسالب هخليه موجب، يبقى 5 على 7. القيمة المطلقة لسالب 3 على 4. عشان تجيب المعكوس الجمعي للقيمة المطلقة لسالب 3 على 4 هتطلعها الأول برا، وبعد ما تطلع القيمة المطلقة تجيب المعكوس الجمعي. القيمة المطلقة لسالب 3 على 4 بتساوي 3 على 4. القيمة المطلقة دائما تكون موجبة، أي عدد داخل المطلقة بالسالب يطلع بالموجب، ولو بالموجب برضه هيطلع بالموجب. يبقى 3 على 4 هنجيب له المعكوس الجمعي. المعكوس الجمعي لموجب 3 على 4 هو سالب 3 على 4. يبقى هنجيب المعكوس الجمعي بعد ما نطلعه بره المطلقة، وبعد ما نطلعه بره هنجيب له المعكوس. سالب القيمة المطلقة لسالب ثلث، نفس الكلام هنطلع بره المطلقة وبعدين نجيب المعكوس الجمعي. هنزل السالب اللي بره ده هيقعد زي ما هو، والقيمة المطلقة لسالب ثلث بتساوي ثلث، فكده سالب ثلث. سالب القيمة المطلقة لسالب ثلث هيساوي سالب ثلث، السالب اللي بره يقعد زي ما هو، والقيمة المطلقة لسالب ثلث بتساوي موجب ثلث. طيب المعكوس الجمعي لسالب ثلث هيساوي موجب ثلث، غير الإشارة، هي بالسالب هتخليها بالموجب. تعالوا نشوف عملية الطرح. عملية الطرح في كيو. لو عايز أطرح 5 على 7 ناقص 3 على 7، المقامين شبه بعض، هناخد واحد منهم. السبعتين اللي تحت هناخد واحدة منهم ونطرح البسط. 5 ناقص 3، 5 ناقص 3 بتساوي 2، فالناتج هيكون 2 على 7. سالب 6 على 9 ناقص 3 على 9، المقامين شبه بعض، هناخد واحد منهم ونطرح البسط. سالب 6 ناقص 3 هي سالب 6 زائد سالب 3. العددين بالسالب، السالب اللي هنا يخص البسط، فده هيبقى سالب 6، والسالب اللي هنا يخص الثلاثة البسط، فهيبقى سالب 3. الإشارتين شبه بعض، ناخد واحدة منهم ونجمع. 6 زائد 3 بتساوي 9، فهتبقى سالب 9 على 9. سالب على موجب بيساوي سالب، و9 على 9 بتساوي 1، فالناتج هيكون سالب 1. عايز أطرح 7 و2 على 5 ناقص 3 وربع. هنطرح الصحيح ناقص الصحيح والكسر ناقص الكسر. الصحيح اللي هنا 7 والصحيح اللي هنا 3. 7 ناقص 3، 7 ناقص 3 هتساوي 4. وهنطرح الكسر ناقص الكسر. 2 على 5 ناقص ربع، المقامين مش شبه بعض، طالما مش شبه بعض يبقى هنوحدهم. هنعمل شرطة كسر ونضرب المقامين في بعض زي ما كنا بنعمل في الجمع بالظبط. 5 في 4 بتساوي 20، وهنضرب المقص. هضرب 2 في 4 وهضرب 1 في 5. 2 في 4 3، 2 في 4 بتساوي 8، ناقص هينزل زي ما هو ناقص. 1 في 5 بيساوي 5. الكلام ده هيساوي الأربع الصحيح زي ما هو، المقام 20. 8 ناقص 5، 8 ناقص 5 بتساوي 3، فالناتج هيبقى 4 و3 على 20. وده كده في أبسط صورة. 3 من 10 دائر ناقص ربع. ال3 من 10 دائر بيساوي 3 على 9. انت لازم الأول تحوله إلى صورة كسر بسط ومقام. 1 من 10 دائر بيساوي 1 على 9. 2 من 10 دائر بيساوي 2 على 9. 3 من 10 دائر 3 على 9. فكده 3 من 10 دائر بيساوي 3 على 9، هنحوله لصورة كسر. لو انت مش عارف او نسيت ممكن على الآلة الحاسبة هتكرر الثلاثة على الآلة الحاسبة، هتكتب بوينت 3 3 3 وتكرر الثلاثة لغاية ما تملى الآلة، وبعديها تدوس يساوي، هيطلع لك 3 على 9 ناقص 1 على 4. الكلام ده بيساوي المقامين مختلفين، هنضربهم في بعض شرطة كسر ونضرب 9 في 4. 9 في 4 بتساوي 36، وبعدها نضرب المقص. 3 في 4 و9 في 1. 3 في 4، 3 في 4 ب 12. الناقص ينزل زي ما هو ناقص. 1 في 9
بيساوي 9. الكلام ده هيساوي ال36 المقام ينزل زي ما هو، 12 ناقص 9. 12 ناقص 9 بيساوي 3. 3 على 36 دي ممكن نختصرها في أبسط صورة، هما الاتنين بيقبلوا القسمة على التلاتة. 3 على 3 بتساوي 1، و36 على 3 بتساوي 12، فالناتج في النهاية 1 على 12 في أبسط صورة. عايز أطرح سالب تلت ناقص ربع، نفس الكلام، المقامين مختلفين، هنضربهم في بعض ونوحد المقامات. 3 في 4 بتساوي 12، وهنضرب المقص. السالب اللي هنا ده يخص الواحد، فلما نضرب المقص هنضرب سالب 1 في 4، وهنضرب 3 في 1. سالب 1 في 4 بيساوي سالب 4. الناقص ينزل زي ما هو ناقص. 1 في 3 بيساوي 3. الكلام ده بيساوي سالب وسالب، الناتج يطلع سالب ونجمع. سالب وسالب، الناتج يطلع سالب ونجمع. 4 و3 بتساوي 7. سالب 4 سالب 3 دي معناها سالب 4 زائد سالب 3. الاثنين بالسالب، ناخد واحدة منهم ونجمع. سالب 7 على 12. في شوية ملاحظات عايزين ناخدهم على عملية الطرح في كيو. عملية الطرح مغلقة وممكنة دائما في كيو. معنى انه عملية الطرح مغلقة يعني ممكنة دائما في كيو. لو طرحت اي عدد نسبي ناقص اي عدد نسبي، الناتج لازم يطلع عدد نسبي، يعني هي ممكنة دائما. عملية الطرح ليست إبدالية، مش هنقدر نبدل الأماكن في عملية الطرح. عملية الطرح ليست دامجة، مش هقدر استخدم خاصية الدمج في الطرح. لا يوجد محايد في الطرح، هو في محايد في الجمع لكن في الطرح ما فيش. لا يوجد معكوس، في الجمع في معكوس، في الطرح ما فيش. وبكده احنا خلصنا عملية الطرح. تعالوا نروح نشوف عملية الضرب في كيو. عملية ضرب الأعداد النسبية. لو عايز أضرب 2 على 3 في 3 على 6، اتعودنا في ضرب الكسور كنا بنضرب البسط في البسط والمقام في المقام. اضرب البسط في البسط والمقام في المقام، أو لو في اختصارات فوق وتحت اختصر. هتلاحظ فوق في 3 وتحت في 3، الاثنين شبه بعض هيروحوا مع بعض. 3 على 3 فيها الواحد، و3 على 3 فيها الواحد. عندك فوق 2 وتحت 6، هما الاثنين يقبلوا القسمة على 2، نختصرهم مع بعض. هنقسم 2 على 2 بتساوي 1، وهنقسم 6 على 2 هتساوي 3. الاثنين والستة يقبلوا القسمة على 2، نقسم فوق فت على 2 وتحت على 2. 2 على 2 فيها الواحد، و6 على 2 فيها الثلاثة. الكلام ده بيساوي اضرب بسط في بسط ومقام في مقام. 1 في 1 هيساوي 1، 1 في 3 بيساوي 3. أو كنت ممكن تضرب البسط في البسط والمقام في المقام وبعدين تختصر. لو ضربت 2 في 3 هتساوي 6، ولو ضربت 3 في 6 هتساوي 18. ال6 وال18 نختصرهم مع بعض. ال6 وال18 يقبلوا القسمة على 6. 6 على 6 بتساوي 1، و18 على 6 هتساوي 3، فالناتج في النهاية هيساوي تلت. لو انت مش عارف تختصر، هتضرب البسط في البسط والمقام في المقام، هيطلع لك 6 على 18. هتكتب على الآلة 6 على 18 بتساوي، هيكتب لك تلت، هيجيبها لك في أبسط صورة. 3 في 2 على 3، التلاتة الصحيح ده مقامه واحد، أي عدد صحيح مقامه واحد. هتلاحظ فوق في 3 وتحت في 3، ممكن نختصرهم مع بعض. أي اتنين شبه بعض يروحوا مع بعض. 3 على 3 فيها الواحد، و3 على 3 فيها الواحد. يبقى البسط معاك فوق 1 في 2، وتحت 1 في 1. 1 في 2 ب2، 1 في 1 ب1. 2 على 1 هتساوي 2. كان ممكن برضو تضرب بسط في بسط ومقام في مقام على طول من غير اختصار. 3 في 2 هتساوي 6، على 3 في 1 في 3 هيساوي 3. 6 على 3 بتساوي 2، برضو هيطلع نفس الناتج، هنا 2 وهنا 2. سالب 5 على 7 في 14 على 25. لاحظ ده عدد سالب وده عدد موجب. لما تضرب عدد سالب في عدد موجب الناتج يطلع سالب، وتعمل شرطة الكسر. في شرطين مختلفين الناتج يطلع سالب. ممكن تضرب بسط في بسط ومقام في مقام، أو لو في اختصارات اختصر. 5 على 5 فيها الواحد، و25 على 5 فيها الخمسة. الخمسة وال25 يقبلوا القسمة على 5، هنا فيها الواحد وهنا فيها الخمسة.
7 و14 هما الاثنين يقبلوا القسمة على 7. 7 على 7 هتساوي 1، و14 على 7 هتساوي 2. كده ممكن نضرب البسط في البسط والمقام في المقام. 1 في 2 هيساوي 2، و1 في 5 بيساوي 5، فالناتج يطلع سالب 2 على 5. سالب 2 على 4 في 2 ده عدد سالب وده عدد موجب. سالب في موجب بيساوي سالب، ونعمل شرطة الكسر. الاثنين الصحيح ده مقامه 1. لو في اختصارات نختصر، أو ممكن نضرب بسط في بسط ومقام في مقام. 2 في 2، 2 في 2 بيساوي 4، و4 في 1 بتساوي 4. 4 على 4، 4 على 4 بتساوي 1، بس ما تنساش السالب يبقى سالب 1، فالناتج في النهاية يطلع سالب 1. عايز أضرب سالب 5 في 30%. سالب 5 ده عدد صحيح مقامه 1، و30% يعني 30 على 100، نقدر نحولهم لكسور. سالب 5 على 1 في 30% اللي هي 30 على 100. لو في اختصارات نختصر، لو ما فيش هنضرب البسط في البسط والمقام في المقام. الخمسة والمية هما الاثنين يقبلوا القسمة على 5. الخمسة والمية يقبلوا القسمة على 5، أو لو أنت ناصح كده تشيل الصفر اللي فوق مع الصفر اللي تحت. لو لاحظت فيه 5 وفيه 10، الخمسة تقبل القسمة على 5 فيها الواحد، والعشرة تقبل القسمة على 5 فيها الاثنين. اضرب بسط في بسط ومقام في مقام، بس ما تنساش الإشارة الأول. هنا سالب وهنا موجب، سالب في موجب بيساوي سالب، وشرطة الكسر. فوق هنا اتبقى معانا 1 واتبقى معانا هنا 3. 1 في 3 بيساوي 3. هنا 1 وهنا 2. 1 في 2 ب2. سالب 3 على 2 اللي هي سالب 1.5. سالب 1.5 في أبسط صورة. طيب 75% في 2 من 10 دائر، سالب 2 من 10 دائر. 75% اللي هي 75 على 100 في 2 من 10 دائر، هو سالب 2 من 10 دائر. 2 من 10 دائر قلنا بيساوي 2 على 9، و3 من 10 دائر 3 على 9، و4 من 10 دائر 4 على 9. لو انت نسيت اكتب على الآلة علامة حشرية وكرر الاثنين. الاثنين هي اللي عليها الشرطة، هي اللي بتتكرر. هتكتب علامة حشرية وبعديها تكرر الاثنين لغاية ما تقفل الآلة، وبعديها تدوس يساوي، هيطلع لك 2 على 9. يبقى سالب 2 من 10 دائر بيساوي سالب 2 على 9. الكلام ده بيساوي لما نضرب موجب في سالب الناتج هيطلع سالب. لو في اختصارات نختصر، احنا ممكن نختصر ال 75 مع ال 100، هما الاثنين بيقبلوا القسمة على ال 25. 75 على 25 فيها الثلاثة، و100 على 25 فيها الأربعة. اضرب اللي فوق واضرب اللي تحت. لو في اختصارات كمل. ممكن 3 والتسعة، نختصر الثلاثة مع التسعة، هما الاثنين بيقبلوا القسمة على الثلاثة. 3 على الثلاثة فيها الواحد، و9 على الثلاثة فيها الثلاثة. كده اتبقى معانا هنا 1 وهنا 2. هضرب 1 في 2 في البسط، 1 في 2 بيساوي 2. وتحت اتبقى معانا 4 في 3، 4 في 3 ب 12. ممكن نختصر الاثنين و12 يقبلوا القسمة على 2. هنقسم 2 على 2 و12 على 2. 2 على 2 بتساوي 1، و12 على 2 بتساوي 6، فالناتج في النهاية سالب سدس. كان ممكن نضرب 75 في 2 ونضرب 100 في 9، وبعد كده نكتبها على الآلة ونقول له يساوي، هيجيبها لك سالب سدس في أبسط صورة. سالب 4.5 في سالب 5 على 9. لو عايز أضرب سالب 4.5 في سالب 5 على 9، ده عدد كسري. هنرفع الكسر. نرفع الكسر يعني نضرب إيده في رجله زائد راسه. سالب 4.5 السالب ينزل زي ما هو، والمقام لا يتغير، يقعد زي ما هو 2. هنضرب إيده في رجله زائد راسه. 4 في 2، 4 في 2 ب 8. 8 زائد 1، 8 زائد 1 بيساوي 9. فكده سالب 4.5 يساوي سالب 9 على 2 في سالب 5 على 9. سالب 5 على 9. هنضرب له الإشارات الأول. سالب في سالب هيساوي موجب. لو الإشارتين شبه بعض في الضرب الناتج يطلع موجب، والموجب ما بيتكتبش. لو في اختصارات نختصر. هتلاحظ في 9 فوق وفي 9 تحت، هيروحوا مع بعض. 9 على 9 فيها الواحد، و9 على 9 فيها الواحد. عندك فوق 5 وتحت 2، ما فيش بينهم اختصار.
فهتنزل فوق الخمسة وهتنزل تحت الاتنين. 1 في 5 ب5، و2 في 1 بيساوي 2. الناتج يطلع 5 على 2. 5 على 2 بتساوي 2 ونص. 2 ونص في أبسط صورة. 1.8 من 10 في 4 من 10 دائر. اتفقنا من شوية 1 من 10 دائر 1 على 9. 2 من 10 دائر 2 على 9. 3 من 10 دائر 3 على 9 أهم. 1 من 10 دائر 1 على 9. 2 من 10 دائر 2 على 9. 3 من 10 دائر 3 على 9. طب لو قال لك 1 من 100 دائر، 1 من 100 يبقى 1 على 99، تبقى 9 مش 9 واحدة. لو من 10 9 واحدة. لو من 100 9. طب لو من 1000؟ لو من 1000 يبقوا 3 9. 2 من 100 بتساوي 2 على 99. 3 من 100 دائر بتساوي 3 على 99. طيب أنا عايز أضرب 1.8 من 10 في 4 من 10 دائر. 1.8 من 10 دي نحولها لصورة كسر، يبقى 18 على 10. 1.8 من 10 بتساوي 18 على 10 في الأربعة من 10 دائر هي 4 على 9. موجب في موجب بيساوي موجب. لو في اختصارات نختصر. هتلاحظ هنا 9 وهنا 18. هما الاثنين يقبلوا القسمة على 9. 9 على 9 بتساوي 1، و18 على 9 بتساوي 2. هنقسمهم هما الاثنين على 9. طيب الأربعة والعشرة. الأربعة والعشرة يقبلوا القسمة على 2. الأربعة على الاثنين فيها الاثنين، والعشرة على الاثنين فيها الخمسة. كده اتبقى معانا في البسط 2 في 2 وتحت 5 في 1. 2 في 2 بتساوي 4، و5 في 1 بتساوي 5. فالناتج بيساوي 4 على 5 في أبسط صورة. لو أنت مش عارف تختصر، اضرب البسط في البسط والمقام في المقام، والناتج اللي يطلع اكتبه على الآلة وقول له بيساوي. هيطلع لك 4 على 5 في أبسط صورة. تعالوا نشوف خواص عملية الضرب في الأعداد النسبية. خواص عملية الضرب في كيو. عملية الضرب في الأعداد النسبية لها خواص. أول خاصية خاصية الانغلاق. الانغلاق أي عدد نسبي في عدد نسبي، الناتج هيكون عدد نسبي. لو أنا ضربت 4 في نص، الأربعة عدد نسبي والنص عدد نسبي. 4 في نص بتساوي 2، فالناتج برضو هيكون عدد نسبي. أي عدد نسبي في عدد نسبي، الناتج لازم يكون عدد نسبي. عشان كده عملية الضرب في الأعداد النسبية مغلقة. الخاصية الثانية خاصية الإبدال. احنا نقدر نبدل الأماكن في ضرب الأعداد النسبية. لو أنا ضربت 3 على 4 في 2 على 3. 3 على 4 في 2 على 3 هي 2 على 3 في 3 على 4. نقدر نبدل الأماكن في ضرب الأعداد النسبية. 3 على 4 في 2 على 3 هتساوي 2 على 3 في 3 على 4. عشان كده عملية ضرب الأعداد النسبية إبدالية. رقم 3 خاصية الدمج. لو معانا 3 أعداد وعايز أضربهم في بعض، مثلا معايا تلت في 2 على 5 في -4 على 7. عايز أضرب الثلاث أعداد دي في بعض. عشان أقدر أضربهم هختار أي اتنين منهم أعمل لهم دمج داخل قوس، وأجيب ناتج ضربهم الأول، والناتج اللي يطلع منهم أضربه في العدد الثالث. عشان كده بنقول عملية الضرب في الأعداد النسبية دامجة. نقدر نستخدم خاصية الدمج في الأعداد النسبية أو في ضرب الأعداد النسبية. الخاصية الرابعة العنصر المحايد الضربي، اللي مش بيأثر في عملية الضرب. اللي مش بيأثر في عملية ضرب الأعداد النسبية هو الواحد. واحد في أي عدد هيساوي نفس العدد. 1 في 5 على 7 هيساوي 5 على 7. الواحد محايد ضربي مش بيأثر في الضرب. نقط في 1 بيساوي القيمة المطلقة لسالب 3. الأول هنطلع السالب 3 بره المطلقة، تطلع بره ب3. مين العدد اللي تضربه في 1 يديك 3؟ 1 في 3، فالنقط هنا هتكون 3. 3 في 1 هيساوي 3. لازم الأول تطلع العدد بره المطلقة. -3 يطلع ب3.
8/10 في نقط بيساوي 8/10. 8/10 هي 8/10. يبقى الناتج طلع 8/10. مين اللي تضربه في 8/10 يديك 8/10؟ هو الواحد، المحايد الضربي. الخاصية الخامسة خاصية المعكوس الضربي. المعكوس الضربي يعني هنشقلب، هنجيب المقلوب. لو عايز المعكوس الضربي ل3/5 هنجيب مقلوب ال3/5. 3/5 مقلوبها 5/3. هو ده المعكوس الضربي. ما تتلخبطش بين المعكوس الضربي والمعكوس الجمعي. المعكوس الجمعي كنا بنغير الإشارة. المعكوس الضربي هنشقلب، هنجيب المقلوب. 2/10 دائر. 2/10 دائر هنحوله الكسر، وبعد كده نجيب المقلوب بتاعه اللي هو المعكوس الضربي. 2/10 دائر بيساوي 2/9. 2/9 لما نشقلبه هيبقى 9/2. المقلوب بتاعه 9/2. فكده معكوسه الضربي 9/2. 75%. 75% دي بتساوي 75/100. المقلوب بتاعها 100/75. المعكوس الضربي هيكون 100/75. ممكن تختصرها في أبسط صورة. ال75 بتقبل على ال25. 75/25 فيها ال3. وال100 بتقبل على ال25 فيها ال4. ف3 خاصية التوزيع. احنا نقدر نوزع الضرب على الجمع والطرح في الأعداد النسبية. سؤالها بيجيك بالشكل ده: استخدم التوزيع في إيجاد الناتج 5/11 في 1/9 زائد 5/11 في 8/9. الحد الأولاني 5/11 في 9. الحد الثاني 5/11 في 8/9. هتلاحظ إنه هنا في 5/11 وهنا في 5/11. هناخدها عامل مشترك. أقول له 5/11 وأفتح القوس. لما أخدنا 5/11 من هنا تبقى 1/9. ينزل 1/9. الزائد هينزل زي ما هو زائد. لما أخدنا 5/11 من هنا تبقى 8/9. 8/9 ونقفل القوس. ال5/11 مضروب في القوس كله. هنجيب ناتج القوس، والناتج اللي يطلع نضربه في 5/11. أقول له 5/11 في 1/9 زائد 8/9. المقامين شبه بعض، هناخد واحد منهم ونجمع البسط. 1 زائد 8. 1 زائد 8 بيساوي 9. بقيت 9/9. 9/9 دي بتساوي 1. فلما نضرب 5/11 في الواحد اللي هو المحايد الضربي الناتج هيساوي 5/11. تعالوا نختم بعملية قسمة الأعداد النسبية. قسمة الأعداد النسبية: لو عايز أقسم 3/7 على 4/5 هثبت الأولاني وهغير العلى فيه وهشقلب الكسر الثاني. في قسمة الكسور كنا بنثبت الأولاني ونغير العلى فيه ونشقلب الكسر الثاني. يعني هثبت ال3/7 وهغير العلى فيه وهشقلب 4/5. هجيب المعكوس الضربي بتاعه. 4/5 المعكوس الضربي ليه بيساوي 5/4. الكلام ده بيساوي كده. أنا حولت عملية القسمة إلى عملية ضرب. حولت عملية القسمة إلى عملية ضرب. لو في اختصارات فوق وتحت اختصر، لو ما فيش اضرب بسط في بسط ومقام في مقام. 3 في 5 بتساوي 15. و4 في 7 بتساوي 28. هو كده في أبسط صورة. سالب سدس على 5/2. هنثبت السالب سدس وهنغير العلى فيه وهنجيب المعكوس الضربي ل5/2. هثبت السالب سدس وهغير العلى فيه وهشقلب 5/2 يبقى 2/5. المقلوب بتاعه. الكلام ده بيساوي لو في اختصارات فوق وتحت اختصر. هنا في 2 فوق وفي 6 تحت. هما الاثنين يقبلوا القسمة على 2. 2/2 بتساوي 1 و6/2 بتساوي 3. هنا العدد ده سالب والعدد ده موجب. سالب في موجب الناتج يطلع سالب. لشرطين مختلفين يطلع بالسالب. اضرب البسط في البسط والمقام في المقام. 1 في 1 بيساوي 1. و3 في 5 بتساوي 15.
فيطلع سالب 1 على 15. سالب 4 على 11 على سالب 4 على 11. دي مش محتاجة نثبت أو نغير أو حتى نجيب المعكوس الضربي. أي عدد على نفسه هيساوي 1. أي عدد هتقسمه على نفسه الناتج هيساوي 1. سالب 4 على 11 على سالب 4 على 11 هيساوي 1. 75% على سالب 3 على 4. هنحول ال 75% النسبة المئوية إلى كسر. 75% بتساوي 3 أرباع، 3 على 4. وال 50% بتساوي نص. وال 25% بتساوي ربع. فكده 75% بتساوي 3 أرباع، 3 على 4. هنغير العلى فيه وهنشقلب الكسر اللي بعده. هنجيب المعكوس الضربي لسالب 3 على 4. السالب يقعد زي ما هو، والمعكوس الضربي ل 3 على 4 هو 4 على 3. فكده هنضرب 3 على 4 في سالب 4 على 3. حولنا عملية القسمة إلى عملية ضرب. لو في اختصارات نختصر. عندك فوق في 4 وتحت في 4 هيروحوا مع بعض. الكلام ده معناه إن إحنا قسمناهم هما الاثنين على 4. 4 على 4 فيها الواحد، و4 على 4 فيها الواحد. في 3 فوق وفي 3 تحت هيروحوا مع بعض. الكلام ده معناه قسمنا 3 على 3 فيها واحد، وقسمنا 3 على 3 فيها واحد. قسمناهم هما الاثنين على 3. الكلام ده بيساوي هنا عدد موجب وعدد سالب. لما نضربهم في بعض الناتج يطلع سالب. وهنضرب بسط في بسط ومقام في مقام. 1 في 1 هيساوي 1. و1 في 1 هيساوي 1. 1 على 1 بيساوي 1. فالناتج في النهاية يطلع سالب 1. سالب 2 و3 أرباع على سالب 3 وتم. ده عدد كسري وده عدد كسري. عشان نقدر نقسمهم على بعض هنحول الأعداد الكسرية إلى كسور. هنرفع الكسر. إزاي نرفع الكسر؟ المقام لا يتغير، السالب يقعد زي ما هو، والمقام لا يتغير يقعد 4. ونضرب إيده في رجله زائد راسه. 2 في 4 ب8. 8 زائد 3 بتساوي 11. فكده سالب 11 على 4. هنغير العلى فيه. نقلب علامة القسمة إلى علامة ضرب، ونشقلب الكسر اللي بعده. هو عدد كسري. الأول هنحوله لكسر وبعد كده نشقلب نجيب له المعكوس الضربي. السالب يقعد زي ما هو، المقام لا يتغير. 8. اضرب ايده في رجله زائد راسه. 3 في 8 ب 24. 24 و1 بيساوي 25. فسالب 3 وتم بيساوي سالب 25 على 8. هنجيب المقلوب بتاعه اللي هو سالب 8 على 25. ما تنساش إشارة السالب. كده حولنا عملية القسمة إلى عملية ضرب. لو في اختصارات نختصر. الأربعة والثمانية هما الاثنين يقبلوا القسمة على 4. هنقسم تحت على 4 فيها الواحد، وهنقسم الثمانية على 4 فيها 2. ال11 وال25 ما فيش بينهم اختصارات. اضرب بسط في بسط ومقام في مقام، بس الأول ما تنساش الإشارة. سالب في سالب هيساوي موجب، الموجب ما بيتكتبش. اضرب بسط في بسط ومقام في مقام. 11 في 2 11 في 2 بيساوي 22. 1 في 25 بيساوي 25. فالناتج يطلع 22 على 25 في أبسط صورة. 2 وربع على 3 و3 أرباع. عايز أقسم عدد كسري على عدد كسري. هنحولهم لكسور. المقام لا يتغير يقعد زي ما هو. الأربعة تقعد في المقام زي ما هي. وأضرب إيده في رجله زائد راسه. 2 في 4 ب8. 8 زائد 1 بيساوي 9. يبقى 9 على 4. هنغير علامة العلى إلى في. علامة القسمة هنحولها لضرب. المعكوس الضربي ل3 و3 أرباع. الأول هنخليه في صورة كسر وبعد كده نجيب له المعكوس الضربي. الأربعة المقام لا يتغير يقعد زي ما هو، ونضرب إيده في رجله زائد راسه. 3 في 4 ب 12. 12 زائد 3 بتساوي 15. فيبقى 15 على 4. المعكوس الضربي ل 15 على 4 هو 4 على 15. كده هنضرب 9 على 4 في 4 على 15. هتلاحظ فوق في 4 وتحت في 4 هيروحوا مع بعض. كأنك قسمتهم هما الاثنين على 4. 4 على 4 فيها الواحد، و4 على 4 فيها الواحد. التسعة وال15 هما الاثنين يقبلوا القسمة على الثلاثة. هنقسم فوق على 3 وتحت على 3. 9 على 3 بتساوي 3، و15 على 3 بتساوي 5.
كده هنضرب بسط في بسط ومقام في مقام. موجب في موجب بيساوي موجب، مش هيتكتب. 3 في 1 بتساوي 3، و1 في 5 بيساوي 5، فالناتج بيساوي 3 على 5. باختصار شديد قسمة الأعداد النسبية هنثبت الأولاني ونغير العلى فيه ونشقلب الثاني، يعني هنجيب له المعكوس الضربي، كأنك بتحول عملية القسمة إلى عملية ضرب. ولو في اختصارات اختصر، لو ما فيش اختصارات بسط في بسط ومقام في مقام. نختم حصتنا إن شاء الله بسؤال عن التوزيع في الضرب. قبل ما ناخد السؤال، لو كنتوا استفدتوا بالحصة أتمنى نعمل لايك واشتراك في القناة وشير للفيديو عشان محتوانا يوصل لأكبر عدد من الناس. بيقول لك باستخدام التوزيع أوجد ناتج سالب 3 على 7 في 8. الحد الأولاني سالب 3 على 7 في 8 زائد 5 في سالب 3 على 7 زائد سالب 3 على 7. انت عندك كده 3 حدود، هتلاحظ في ال3 حدود موجود سالب 3 على 7 هو اللي بيتكرر في ال3 حدود، فده هناخده عامل مشترك. السالب 3 على 7 هنا مضروب في 8، والخمسة والسالب 3 على 7 هنا مضروب في 5، وسالب 3 على 7 هنا مضروب في 1. لو لقيته كده لوحده افهم ان هو مضروب في 1. طيب هناخد سالب 3 على 7 عامل مشترك، سالب 3 على 7 عامل مشترك وافتح القوس. لما اخدنا سالب 3 على 7 من هنا اتبقت 8 زائد لما اخدنا سالب 3 على 7 من هنا اتبقى الخمسة زائد لما اخدنا السالب 3 على 7 من هنا اتبقى 1. عشان كده قلت لك لازم تعرف ان هو مضروب في 1 زائد 1 واقفل القوس. السالب 3 على 7 مضروب في القوس، هنجيب ناتج القوس واللي يطلع نضربه في سالب 3 على 7. فهقول له سالب 3 على 7 في، اجمع اللي جوه القوس، 8 زائد 5 13، 13 و1 14، فكده سالب 3 على 7 في 14. ال 14 الصحيح مقامه 1، اي عدد صحيح مقامه 1. لو في اختصارات اختصر، لو ما فيش اضرب بسط في بسط ومقام في مقام. ال 14 والسبعة هما الاثنين يقبلوا القسمة على 7. 7 على 7 بتساوي 1، و14 على 7 بتساوي 2. هنضرب بسط في بسط ومقام في مقام، بس ما ننساش الإشارة. العدد ده سالب والعدد ده موجب، لما تضرب عدد سالب في عدد موجب الناتج يطلع سالب. و3 في 2 بتساوي 6، و1 في 1 بيساوي 1. سالب 6 على 1 بتساوي سالب 6. وبكده احنا خلصنا الحصة، واشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.